السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنعمل فيه آيس كاب كروشيه، شكل ترندي، شكل مميز جدا، شكل القطة. هنستخدم هنا خيط هيمالايا انتي بيرنج. الخيط ده ضد الوبرة. طبعا الخيط ده مناسب جدا للملابس الشتوي أو ملابس الصوف. هنا هستخدم خيط اسود وخيط رمادي، وهستخدم إبرة ماس 4 ملم ألمونيوم، وهستخدم المقص والمزورة. لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. هعمل هنا عقده بدايه، وهبدا اشتغل عدد من السلاسل بمقاس محيط الراس. هنا تقدري تشتغلي مقاس الايس كاب لاي مقاس. هتقيسي محيط الراس وتبداي تشتغلي عدد من السلاسل بمقاس محيط الراس. اشتغلت هنا عدد من السلاسل، وهبدأ اقيس السلاسل اللي انا اشتغلتها على المزورة. مش هشد السلاسل، هقيسها. هنا طلع معايا المقاس 55. انا كنت عايزة المقاس 56، فانا بسيب سنتي لان لما بشتغل على الخيط بيزيد معايا 2 سنتي. هنا المقاسات موجودة عندك في الجدول، للسمول والميديوم واللارج والاكس لارج الحد 58. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل معايا هنا، وهبدأ اشتغل في اللفات الخلفية. هنا في اللفات اللي عاملة شكل مومبي هعمل غرزة عمود بلف. هشتغل هنا في الغرزة رقم 4، هفوت 3 غرز ارتفاع السلاسل وهشتغل في الغرزة الرابعة. واللي بعدها غرزة عمود بلفة في اللفة الخلفية، في اللفات اللي هي عاملة بومبي كده ورا الشغل. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة بغرزة العمود بلفة. انا اشتغلت هنا فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. هنا في الدور التاني هبدأ اسحب الخيط الرمادي بالشكل ده، وهبدأ اثبت الخيط او اربط الخيط، طرف الخيط الرمادي للتثبيت. هرتفع سلسلة كمان وهلف الشغل، وهبدأ اسيب طرف الخيط اللون الاسود، هسيبه وهبدأ ألف الخيط، وهبدأ أشتغل في أول غرزة غرزة عمود بلفة. أول غرزة في الدور هنا المفروض نعلمها عشان نعرف نهاية الدور. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود بلفة، هشتغل فوق كل غرزة بغرزة العمود بلفة لنهاية الدور. طبعا أنا أهم حاجة إني سايبة طرف الخيط الأسود، هرجع أشتغل بيه تاني. هنا خلصت السطر التاني، وهبدأ ارتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل في اول غرزة بغرزة العمود بلفة، ولازم اعلم اول غرزة عشان اعرف نهاية الدور وبدايته. فوق كل غرزة هشتغل غرزة العمود بلفة لنهاية الدور. وصلت لاخر السطر هنا، وسبت اخر غرزة هشتغلها. هبدأ اشتغل فيها غرزة عمود بلفة. طبعا انتي لو معلمة الغرزة هتبقى واخدة بالك من اخر غرزة معاكي في السطر. هبدأ اشتغل فيها غرزة عمود بلفة، هسحب الخيط الاسود. طبعا انا اشتغلت سطرين من الخيط الرمادي. هسحب الخيط الاسود اللي انا كنت سايباه، وهبدأ اعمل منه عقدة بالشكل ده. واهم حاجة ما شدش الخيط قوي. هرتفع
غرزة كمان وهلف في الشغل. وفي اول غرزة هبدأ اشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى انا الدور ده هشتغل باللون الاسود بغرز العواميد بلفة. يبقى انا هنا الشغل معايا بشتغل بغرز العواميد بلفة، سطرين من الخيط الاسود وسطرين من الخيط الرمادي. طبعا بسيب طرف الخيط الرمادي لاني هرجع اشتغل بيه كمان. هخلص السطر من اللون الاسود وهرتفع سلسلتين وهعمل سطر كمان، وبعد كده ابدأ اسحب الخيط الرمادي واعمل منه سطرين، وهبدأ اشتغل بالطريقة دي، سطرين خيط رمادي وسطرين من اللون الاسود. انا هنا خلصت الدور معايا او الايس كاب. طبعا هبدأ اقيس، انا طلع معايا هنا 21 ونص بالظبط مقاسه. تمام. وهنا طبعا هبدأ اقيس العرض بتاعه اللي احنا كنا عاملين بداية السلاسل. العرض هنا طلع معايا 56 سنتي زي ما انا كنت عايزة بالظبط. هاتني بقى الشغل هنا او القطعة اللي معايا نصين كده بالشكل ده، وهبدأ هنا اقفل الجنب هنا. لما تيجي تقفلي انت ممكن تستخدمي ابرة خياطة عادية وتخيطيه بالرف او بالابرة اللي معاكي. انا هنا هقفله بالابرة اللي معايا فوق، يعني قصاد كل غرزة بالغرزة اللي قصادها بعمل غرزة منزلقة، وانا بشتغل الغرزة المنزلقة ما شدهاش. هنا بقى في غرزة العمود نفسه انا مش هخش تحت العمود، انا هخش داخل العمود نفسه، يعني في نسيج العمود هدخل وهبدأ في العمود اللي قصاده الناحية التانية هعمل غرزة منزلقة وهشتغل بالطريقة دي. هخش داخل نسيج العمود نفسه، وكمان عندي هنا بداية الدور بتلاقي في مكان فراغ بخش فيه وهعمل غرزة منزلقة. اهم حاجة ما تشديش الخيط وانتي بتقفلي الشغل. انا قفلت الجنب هنا وهبدأ اقفل الجزء اللي فوق. بصوا الجنب التقفيل طالع مظبوط مفيش اي خياطة باينة. هنا هقفل الجزء اللي فوق. هنا التقفيل هيكون سهل شوية، فوق كل او قصاد كل غرزة بالغرزة اللي قصادها هعمل غرزة منزلقة. وزي ما اتفقنا ان انا مش بشد الغرزة المنزلقة وانا بشتغل، بخلي الابرة مرخية معايا شوية. هخلص التقفيل ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان. اخر غرزة معايا هبدأ اقفلها وهبدأ ارتفع سلسلة وهقص الخيط، والخيط دوت انا هلضمه في ابرة كنفا وهبدأ اداري الخيط بقى واثبته من تحت الشغل. هقلب هنا الشغل معايا بالشكل ده.
في الجزء اللي تحت هنا هجيب الخيط الاسود، وهنا هسحب من اول غرزة موجودة معايا من الجنب، هسحب بالخيط الاسود هرتفع سلسلة. هنا في السطر هنا هبدأ اشتغل بغرز العمود الامامي والعمود الخلفي. اول عمود هنا هدخل الابرة من ورا العمود وهسحب الخيط، هعمل غرزة حشو وهرتفع 2 سلسلة. كده عملت ارتفاع السطر بغرزة عمود امامي. العمود اللي بعده هتكون الابرة امام العمود والعمود ورا الابرة بالشكل ده، هسحب الخيط وهعمل غرزة عمود خلفي. الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة عمود امامي. يبقى هنا هشتغل غرزة عمود امامي وعمود خلفي. الابرة هنا هتكون ورا العمود. هخلص هنا السطر. هقفل هنا في اول غرزة اشتغلتها السلسلتين بغرزة منزلقة. الابرة هدخلها من ورا العمود واسحب واعمل غرزة حشو وارتفاع سلسلتين. كده ارتفاع السلاسل بغرزة عمود امامي. ورا العمود الخلفي هشتغل غرزة عمود خلفي، وفي العمود الامامي هشتغل غرزة عمود امامي. يبقى في السطر ده فوق كل غرزة العمود الامامي هشتغل عمود امامي، وغرزة العمود الخلفي هشتغل خلفي. هشتغل بنفس النظام ده وهرتفع سطري كمان، وهرجع نشوف هنعمل ايه تاني. انا هنا خلصت 3 سطور من غرز العمود الامامي والعمود الخلفي. وهنا هبدأ فوق هنا في طرف الايس كاب انا هشتغل هنا شكل القطة. انت ممكن تقيسي بقى هنا 6 سنتي من الجنب ده و6 سنتي من الجنب ده، وتبدأي تعلمي بأي غرزة او بأي حاجة او بأي ماركر. ابدأ هنا اثبت الخيط من فوق من الجزء ده، وهبدأ اشتغل بسراجة لحد الجزء المقابل اللي انا عملت فيه العلامة. هتبدأي تسرجي بالشكل ده الزاوية بتاعة الايس كاب بالشكل ده. هسحب الخيط كده بالطريقة دي عشان يديني شكل اذن القطة بالشكل ده، وبعد ما يديكي الشكل ممكن تثبتي الخيط وتقطعي. بنفس الطريقة هعمل في الجزء المقابل. كده دي نهاية شكل الايس كاب. شكله جميل جدا وفي اللبس شكله روعة. لو لسه مكملة لحد معايا هنا ياريتك تعملي اعجاب للفيديو وتكتبي لي تعليق محفز وتقولي لي ايه رأيك في الايس كاب، ونفسك اعمل ايه في القناة لسه ما عملتهوش. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.